بيبدأ الفيلم عند مكتب محامي في الأرياف، وبيكون في واحد ابنه متهم بسرقة حمار خشب. وبيجي ياسين وبيقول لسكرتير المحامي إنه محامي كبير قوي وبيفهم في القانون كويس، لكنه بيكون مدعي ما يعرفش أي حاجة في القانون، وبيحلم يكون مشهور وخلاص في أي مجال. وبيوري السكرتير كتاب في القانون وكتاب في الطبخ ورواية روميو وجوليت، بيكون كاتب اسمه عليهم، وبيقول إن هو اللي مألفهم. وبيروح أبو المتهم لياسين وبيقول له يحضر معاه الجلسة عشان يطلع ابنه برا. فبيقول له ياسين إن هيشوف لحد من معارفه يترافع له في القضية. في المحكمة بيقابل سمير المحامي، وبيكون ياسين عارف عنوان مكتبه، لكن سمير ما بيكونش عارفه. لكن ياسين بيقول له ان اخو حسين صاحبه، وانه كان بيجي لهم البيت كتير زمان. لكن سمير بينكر انه يعرفه او انه شافه قبل كده، بيبقى عايز يمشي عشان عنده قضيه. لكن ياسين بيجيب اول متهم وبيخليه يحكي قضيه ابنه، لكن سمير بيكون مستعجل، فبيلحقش الراجل يقول له ان الحمار خشب. وبيترافع سمير عن المتهم وبيقول انه ما جرش الحمار، وان الحمار هو اللي مشي وراه لانه كان معاه برسيم والحمار كان جعان. وبيسأل سمير القاضي لو في شهود على المتهم، فبيقول القاضي ان في 2 شافوه هو شايل الحمار. فبيقول سمير ان مش معقول انسان يقدر يشيل حمار، ولو ده حصل الحمار هيدافع عن نفسه وهيرفصه او يعضه. فبيسألوا القاضي لو كان سمير قرا ورق القضيه، وبيأكد له سمير انه قراها. فبيفاجئوا القاضي وبيقول له ان الحمار خشب. فبيتحرج سمير جدا وبيغادر الجلسه، وبيحكم القاضي بسجن المتهم. وبنروح لفاطمه بنت خالة ياسين اللي بتكون مرتبطه بيه، وبتقابله وبتكون متضايقه جدا منه لانه مش واقعي وبيحلم بالشهره، وبقاله سنين بيبعت جوابات للاذاعه واستوديوهات التمثيل. لكنه بيقول لها انه جات له فكره هتخلي كل الجرايد تجري وراه، لكنه مش بيقول لها ايه الفكره دي. وبنرجع لمكتب سمير في القاهره، وبنعرف انه مرتبط بنوال. وبيروح لمامتها وبتتخانق معاه لانه بقاله كتير خاطب نوال ومش قادر يتجوزها بسبب ظروفه الماديه. بيكون عنده ايجار متاخر للمكتب، وعنده ديون مع مكوى، ومفيش اي زباين بتجيله خالص. وبيسافر ياسين وبيروح لسمير في مكتبه، واول ما بيشوفوا سمير بيبقى عايز يضربه لانه السبب في احراجه في قضيه الحمار الخشب. لكن ياسين بيهديه وبيحاول يتفاهم معاه. وبيكون معاه جورنال وبيقول لسمير ان في جريمه قتل كبيره حصلت لدكتور اسمه عبد اللطيف، وبيكون سمير عارفها لانها انتشرت في كل الجرايد، وان النيابه لحد دلوقتي ما وصلتش للقاتل، وان لو القاتل ظهر وسمير اترفع عنه هيبقى محامي مشهور، وان القاتل نفسه هيبقى مشهور. وبيمثل ياسين قدام سمير ان هو القاتل وانه منهار من الجريمه اللي عملها. فبيساله سمير عن تفاصيل الجريمه، وبيحكي له ياسين ان هو وبنت خالته بيحبوا بعض، وفي يوم راحت فاطمه للدكتور عبد اللطيف عشان يعالجها، راح اعتدى عليها، فقرر يجيب لها حقها ويقتله انتقاما منه على اللي عمله في فاطمه. ولما بيقرر سمير يتصل بالشرطه بيقول له ياسين انه مش هو القاتل، بس هو يعرف القاتل ويقدر يجيبه له عشان يترفع عنه. وبيقعد ياسين عند سمير في المكتب لانه ملوش حد في القاهره، وبيخرجوا مع بعض، وبيكون معاهم نوال خطيبة سمير. وبيقول ياسين قدام نوال ان سمير هياخد اتعاب قضيه كبيره وهياخد فيها مبلغ كبير قوي. وبتروح نوال تقول لمامتها، فبتقول لها مامتها انهم يشتروا الجهاز ويبعتوا الفواتير لمكتب سمير. وبيسأل ياسين سمير عن تفاصيل قضايا القتل، وبيحاول يفهم منه اسئله النيابه هتكون عن ايه بالظبط. وبيعرف انه لازم يكون عارف معلومات عن القتيل طبعا، ولازم يكون في سبب مقنع للقتل، ويكون في دليل ضده على قتل الدكتور عشان النيابه تقتنع انه فعلا القاتل. وطول ما ياسين قاعد عند سمير بيكلفه جدا في المصاريف والاكل، وبيضطر سمير يستلف عشان يقدر على المصاريف دي. وبيكون مضطر يستحمل ياسين عشان مستني يجيب له القاتل، واللي هتكون قضيه كبيره هيكسب من وراها شهره وفلوس كتير. وبيجي صاحب محل موبيليا لمكتب سمير وبيديله الفاتوره اللي اشترت بيها نوال العفش، وبيكون مبلغ كبير جدا. فبينفعل سمير جدا وبيرضاش يدفع لانه اصلا معهوش المبلغ. بيروح لبيت نوال وبيتخانق معاها هي ومامتها. لكن ياسين بيروح لنوال وبيفهمها الحكايه كلها، وان سمير معهوش فلوس ولسه ما قبضش من القضيه. فبتروح نوال لسمير وبتصالحه وبتعتذر له على اللي عملته. بنرجع لياسين اللي بيسيب مكتب سمير وبيروح يعترف للنيابه ان هو اللي قاتل الدكتور عبد اللطيف، وبيطلب من النيابه تستدعي سمير عشان يترفع عنه في القضيه. ويتفاجئ سمير ان ياسين هو القاتل، وبتكتب الجرايد عن ياسين ان هو قتل الدكتور، وبينشروا صوره. وبتاخد النيابه ياسين وسمير لبيت الدكتور المجني عليه عشان يمثل لهم ازاي قتل. وبيكون ياسين محضر زرار من بدلته عشان يرميه في بيت الدكتور من غير ما النيابه تاخد بالها عشان يبقى دليل ضده. وبيحكي ياسين للنيابه انه كان مخبي مسدس ورا ظهره، وطلب من الدكتور شويه طلبات، ولما رفضها ضرب عليه نار. لكن هو بيقع على الارض ماسك في ياسين، وفضلت ايده تتزحلق لحد ما مسك في جاكيت البدله. وبعد كده خرج ورمى المسدس في النيل. ولما بيسالوا المحقق كانوا واقفين فين، بيشاور له ياسين على المكان اللي رمى فيه الزرار، وفعلا بتلاقي النيابه زرار البدله. ولما بيروح سمير لمكتبه بيلاقي زحمه وزباين كتير جدا لدرجه انه مبقاش مصدق ان ده مكتبه. تكون صفيه واحده من ضمن الزباين دي، وبتحكي له ان اخوها مناحه من الورث عشان عايز تتجوز بعد ما جوزها مات. تطلب منه انه يجي يقابل اخوها عشان يقنعه بشكل ودي، وان اخوها قعيد وما بيتحركش، وانه لو ما اقتنعش يرفع عليه قضيه. وتحاول صفيه تغري سمير اثناء كلامها معاه، وتحاول تعرف منه معلومات عن قضيه قتل الدكتور، لكن سمير بيرفض يقول لها اي حاجه. فبتديله عنوانها وبتاكد عليه انه يجي في ميعاده عشان يقابل اخوه. وبيشك سمير في صفيه وبيخطط انه يعرف ايه حكايتها. وبنروح لصفيه وهي بتتكلم مع مراد، وبنعرف انهم مش اخوات وانهم مرتبطين، وان مراد سرق مجوهرات كتير عشان صفيه وبسببها قتل الدكتور عبد اللطيف. بيكون سليم وبيتحرك عادي. بنرجع لياسين اللي التهمه بتثبت عليه وتوجه له تهمه قتل الدكتور عبد اللطيف بشكل رسمي. بتسافر فاطمه هي ومامتها القاهره عشان يزوروا ياسين، ويقترح سمير انهم يقعدوا عند نوال ومامتها. بيروح سمير لصفيه في بيتها، وبتحاول تقنعه انه ما يترفعش في قضيه القتل لانها قضيه خسرانه، لان القاتل معترف على نفسه، يبقى هو هيطلعه منها ازاي. وبيتكلم مراد مع صفيه وبيقول لها ان لو سمير عرف الحقيقه هيشتروه بالفلوس، ولو رفض هيقتلوه. وبيقابل سمير مراد، وبيقول مراد لسمير يسافر العزبه 10-20 يوم
عشان يشوف أملاكهم اللي هناك، لكن سمير بيقول له إن عنده شغل وزباين كتير جدا. فبيعرض مراد عليه مبلغ كبير قوي، لكن سمير بيقول له إنه محتاج وقت يفكر وبيقدر ياخد صورة لصفية من غير ما يلاحظه. فبيروح سمير يوري الصورة لياسين ويسأله إذا كان يعرف صاحب الصورة دي، لكن ياسين بيقول له إنه ما يعرفهاش وبيسأل فاطمة لو تعرفها، لكنها برضه بتكون ما تعرفهاش. وبيجي ميعاد أول جلسة في القضية وبيترافع سمير عن ياسين وبيأكد إن ياسين مش هو القاتل وإنه هيقدم القاتل الحقيقي للمحكمة. ولما بيعرف مراد اللي قاله سمير في المحكمة بيقول لصفية تطلب تقابل سمير، وبتروح نوال لمكتب سمير وبتدخل عليه بتلاقيه بيحضن صفية فبتتخانق معاه وبتسيبه وبتمشي. وبيروح سمير لمراد وصفية وبيمثل قدامه إنه ما يعرفش القاتل الحقيقي وإنه قال في المحكمة إنه هيقدمه عشان يطول مدة القضية ويتشهر أكتر وإنه بس عايز فلوس، وبيطلب من مراد إنه يتجوز صفية وبيمشي. بعد ما بيطمن مراد وصفية إنه مش شاكك فيهم بيبطلوا يقابلوه بيقطعوا علاقتهم بيه. وبيجي ميعاد الجلسة التانية وبيقول سمير إنه ما قدرش يوصل للقاتل الحقيقي، فبتحكم المحكمة على ياسين بالإعدام وبتنهار فاطمة لما بتسمع الحكم. وبيرجع مكتب سمير مفيهوش زباين زي الأول بعد ما خسر القضية، لكن سمير بياخد صورة صفية بيوريها لتمرجي الدكتور عبد اللطيف وبيقول له التمرجي إنها مرات مراد. فبيتصدم سمير إنهم مش إخوات وبيحكي له التمرجي إن مراد عمل حادثة ورجليه اتكسرت وجري الدكتور يجبسها له. بيعرف سمير إن مراد مش مشلول وبيروح سمير لوكيل النيابة ويبلغه المعلومات دي. فبيقول له وكيل النيابة إنهم هيعملوا خطة ويحتاجوه فيها. وبنرجع صفية ومراد اللي بيوصل لهم جواب من سمير وبيقول لهم إن تمرجي الدكتور اتصل بيه وقال له إن عنده معلومات مهمة عن القاتل وعايز يوصلها له وانه هيقابلهم النهارده عشان يعرفهم الموضوع. ولما بيقابلهم بيقول لهم سمير ان التمرجي راجل ما عندوش ضمير عايز يقابل القاتل وياخد منه فلوس مقابل انه ما يقدمش الدليل اللي ضده، وان سمير ناوي يبلغ الشرطه عن التمرجي ده. وبيجدد سمير طلبه انه يتجوز صفيه ويوافق مراد وبيديهم فلوس تمن الشبكه وبيقول لهم ينزلوا دلوقتي ينقوها مع بعض. واول ما بينزلوا بينزل مراد وبياخد شنطه المجوهرات وبيركب تاكسي وبيروح للتمرجي اللي بيتفق معاه وكيل النيابه وبيستخبى عنده عدد من العساكر عشان عارفين ان مراد هيجيله. بياخد سمير صفيه وبيروح بيها بيت التمرجي، وتحت ضغط النيابه بتحكي صفيه اللي حصل وبتقول ان مراد سرق مجوهرات من محل جواهرجي، لكن اثناء خروجه من المحل رجله اتكسرت فراح للدكتور عبد اللطيف عشان يجبسها له، لكن تحت تاثير البنج قال الحقيقه وانه سارق المجوهرات دي. راح الدكتور اصر انه يبلغ عنه فاضطر يقتله، وبيطلب سمير من صفيه انها تعترف قدام المحكمه بالحقيقه وهو يخرجها من القضيه. وبيخبط الباب ويفتح التمرجي بعد ما سمير وصفيه استخبوا، وبيسأل مراد التمرجي كام المبلغ اللي هو عايزه عشان ما يبلغش عنه ويسلموا دليل إدانته. وأثناء كلامهم بيخرج سمير مع صفية ويواجهوا مراد ويحاول مراد يقتلهم، لكن وكيل النيابة والعساكر بيقبضوا على مراد وصفية بعد ما سمعوا اعتراف مراد. وبيطلع ياسين براءة وبيتجوز هو وفاطمة وبيتجوز سمير ونوال بعد ما عرفت إنه كان بيمثل على صفية عشان يقدر يقدمها للمحكمة. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. تحياتي ليكم ريهام حشاد.